السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ كويسين؟ النهارده بقى نصلي على النبي كتير ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وادعوا لي كتير ان انا يعني يشفيني، وانا تعبانة شوية وتعبانة قوي يعني الحمد لله. اللي يجيبه ربنا كويس. هنعمل النهارده معاكم البسلة باللحمة المفرومة. ابني قال لي انا عاوز بسلة باللحمة المفرومة، رحت عملتها له. ومعايا شوية رز مفلفل وشوية ترش. حاجة تستاهل بقكم، حاجة كده خرافة. اعملوها وجربوها وادعوا لي. بس ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا خش على المكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى نعمل معاكم بسلة باللحمة المفرومة. حاجة كده ابني عاوزها وقال لي اعملها لي، عملتها له اول مرة قال لي اعملها لي على طول. جبت معايا البسلة فصصتها. غسلت البسلة، ما غسلتش اللهم صل على النبي. الجزر جردته كده او بالمقشره، قشرتها وبعد كده عملت عشان ما اضيعش الحلاوه بتاعتها. والقوطه كيلو طماطم غسلاه وعصراه. ومعانا بصلتين متوسطين. قطعنا البصلايه، حطينا بقى حته دهن معلقه دهن ومعلقه سمنه. الدهن ده بيخلي الاكل معسل وطعمه جميل جدا. اهو معلش بس عشان صوتي تعبانه شويه. اهو ادي البتاعة اهي، البصلاية اتحمرت اصفرت اهي. نرمي عليها اللحمة المفرومة، ربع كيلو لحمة مفرومة هيقضي الغرض على طول. انا عندي لحمة مفرومة قلت اعمل بيها. وابني اللي ساكت كمان عاوز لحمة مفرومة، بسلة باللحمة المفرومة. حطينا بقى ملح وفلفل اسود وشوية شطة وسبع بهارات. اهو كده حطينا عليها القوطة. هنحط بقى عليها الجزر، البسلة بالجزر عشان كله يستوي مع بعض، واللحمة برضه تكمل سواها. اهو بصوا بقى يا جماعه، هنقلبها بقى كده ونسيبها ايه ت... تتسبك مع بعضها والبسله تستوي بردك واللحمه. اهو هحط بقى معلقه سكر بس، وهنقلب بقى ونسيبها بقى واوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه عامله ازاي اهي، بدات تتسبك اهي. انا ما بحبش احط التسبيكه واسبكها الاول وبعد كده اخفها بميه، لا، دي تتسبك مع بعضيها اهي. نعمل بقى شويه رز جمال كده مفلفلين حلوين عليهم. بصوا اهي اللحمه اهي فيها اهي، حاجه كده في الخيال. دي تتسبك، التسبيكه تتسبك والبسله تستوي، وكل حاجه تستوي وكل حاجه تمام مع في وقت واحد. هنعمل بقى رز ابو شعريه. حطينا الرز، قصدي حطينا معلش، حطينا الزيت وحطينا الحله على النار من بدري وحطينا الزيت. اهو نحط الشعريه ونعمل واحده واحده كده واحنا ماشيين. بصوا شكلها جميله وريحتها تجنن. بصوا عامله ازاي اهو. هنعمل بقى حطينا الزيت سخن. هنحط بقى الشعريه. هنعمل الرز المفلفل بتاعنا. حطينا الرز اهو وحطينا الملح، نشوحه تشويحه حلوه عشان يطلع نار من النار. الحبه بحبتها بقى مفلفل كده بقى. شوحنا حلو اهو. وهنحط بقى الميه. نشوف بقى العقد بتاعنا والحياء بتاعنا اللي احنا حطيناه. هنعوز ملح تاني يبقى نحط. معلش بس برضك اللي انا تعبانه بس شويه وزر وجعني. كده معاكم خلصت البسله اهي واستوت تمام. مستنيين بقى الرز لما يتشرب. خلصنا بقى الاكل اهو كله تمام. بصوا الرز عامل ازاي
جميل جدا ومفلفل وتحفه. بصوا اهي اللحمه المفرومه، البسله باللحمه المفرومه حاجه خرافه اهو، ومعاهم بقى شويه الترشي او اي حاجه مخلله. بس ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله.